يسأل عن الإضراب عن الطعام. الأصل الإنسان لا يجوز له أن يضر بنفسه، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لا يجوز الإنسان يضر بنفسه. ويقول عمرو بن العاص لما تيمم في شدة البرد فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: تذكرت قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن الإنسان لا يجوز له أن يضر غيره ولا يجوز أن يضر نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا الأصل. أما الإضراب عن الطعام فإن كان يؤذيه فلا يجوز له ذلك، أن يؤذي نفسه، خاصة إذا كان أذى يهلكه يوصل به إلى الهلاك، لا يجوز له ذلك. أما إذا كان لفترة بسيطة ولا يؤذيه فقط ليحرج هؤلاء المجرمين ولا كذا، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.